كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. هنعمل النهاردة الزلابية أو لقمة القاضي، العوامة، على حسب بقى كل بلد بتقول عليها ايه. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. وأول حاجة هنبدأ بيها هنبدأ بالشربات عشان عاوزينه بارد. أول حاجة كوبايتين من السكر وعليهم كوباية من المية، وبننزل بالمية في النص كده أو في الجنب، بحيث ان السكر ما يجيش على جوانب الحلة بتاعتنا وبعد الغليان فيعمل حبيبات سكر. هننزل بقى بكيس فانيليا وعصرة ليمونة، وعلى نار هادية لغاية بقى ما تغلي. وأول ما تغلي هنعد 12 دقيقة ونطفي عليها، خلاص كده بتبقى جاهزة معانا. بس اوعي تقلبيه خالص. معانا بقى 4 كوبايات من الدقيق، ومعلقة من اللبن البودر، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من السكر، وربع معلقة من الملح، و4 معالق كبار من النشا، وكيس من الفانيليا، وكمان كيس من الخميرة الفورية. وهنقلب كل ده الأول مع بعض، وبعد كده هننزل ب3 معالق من الزيت، وننزل بعد كده بالمية الدافية. هنحتاج أول حاجة يعني ما بين 2.5 ل3 إلا ربع من المية الدافية. خليكي بالتدريج من بعد الكوباية التانية، يعني هنحط كوبايتين، وما تعمليش زيي وتنزلي بال3 كوبايات إلا ربع مرة واحدة. أنا حطيت 2.5 كوبايات، والمفروض كنت اكتفيت على كده، بس أنا حطيت ربع كوباية كمان. فانت ما تعمليش بقى زيي. بعد كده لازم بقى بايدينا ونضربها كده ضربات كده زي ما انت شايفة، عشان ندخل فيها كم كبير من الهواء، عشان تنفخ معانا وتبقى جميلة جدا. احنا كده بنساعدها انها يدخل فيها هواء وتبقى هشة وجميلة جدا معانا. بتكون بالشكل ده كده. هسيبها بقى واغطيها واسيبها تخمر. بتاخد حوالي ساعة، ساعة ونص في مكان دافي. بعد ما بتختمر بخرج منها الهواء، وبرجعها لشكلها الطبيعي من البداية. بتكون بالشكل ده. عندي بقى طريقة التقطيع بتاعتي. أنا جبت كوباية وحطيت فيها كيس ونزلت جزء كده من العجين، وبخرج منه الهواء بالشكل ده. وببدأ ان انا اقطع بقى. هقطع جزء من الكيس، وعندي الزيت بيكون دافي، والعين الصغيرة مش العين الكبيرة. اختاري بقى اصغر حلة عشان محتاجين الزيت يكون غزير، ومحتاجينه دافي ما يكونش سخن. انا جربت كام واحدة قبل ما اصور، لقيتها فرشت مني، فحطيت كمان معلقتين من الدقيق. فخليكي كده ان انتي تبدأي الاول بتجربة بسيطة، وبعد كده ترجعي تكملي بعد ما بتظبطي العجين بتاعك. فلو فرشت منك زيي، فانت ان انتي كده بقى ايه، محتاجة معلقتين 3 كده من الدقيق. ابدأي معلقة معلقة لغاية ما توصل معاكي لقوام كويس في الزيت، بانها ما تنفش منك. لازم الزيت يكون دافي ما يكونش سخن، والنار هادية. وببدأ ان انا ايه احط المعلقة في المعلقة المعيارية دي في الزيت. زيت بارد انا حطاه في الطبق، والشبكة جنبي، لان بعد كده لازم اصفيه من الزيت كويس جدا. وبخرجه من الزيت لازم يكون نص سوا، يعني ما بيكونش اخد السوا الكامل بتاعه، بيكون لونه فاتح، لونه ابيض يعني او اصفر فاتح. وبعد كده باجي احط الحطة التانية. لازم اكون مطفية النار خالص خالص. وبعد كده بحط العجين بقى الجديد في الزيت والنار مطفية. وبعد ما بخلص تقطيع خالص بروح مشغلة النار، وأبدأ إن أنا أسويه برضو نفس الحكاية نص سوا. أنا هخلص الكمية كلها نص سوا، وارجع بعد كده أسويها تاني بعد ما بتصفي الزيت كله منها. بديله اللون اللي أنا عاوزاه. لو زودت في اللون بيبقى مقرمش قوي، لو خليت اللون فاتح شوية بيبقى مقرمش من بره وطري من جوه. ولازم درجة حرارة الزيت تكون متوسطة. هاخلّص الكمية كلّها، ولازم طبعًا بعد ما باخرّجه من الزيت لازم باصفّيه كويس جدًا. وبعد ما باصفّيه بارجع أحطّه في السيرب بتاعنا. بيكون دافي طبعًا مش بارد يعني خالص. أنا باصفّيه من الزيت وبارجع باحطّه في السيرب، وباقلّبه كده في السيرب، وبارجع باصفّيه تاني من السيرب بتاعه. زيادات يعني بتنزل يعني في الصفاية دي. وبعد كده لو عايزة أحطّه في التلاجة تمام، عاوزة أقدّمه كده على طول تمام، على حسب الرغبة. أمّا بقى اللي ما يتحطّش في السيرب عملت له كده الشوكولاتة، سيّحت شوكولاتة بيضا وبني، وشوية أوريو كده من فوق.
لزوم بقى إيه الدلع شوية، ندلعهم شوية ما فيهاش مشكلة. ممكن كمان مع رشة سكر بودرة، ممكن مع صوص كراميل، صوص فراولة أو توت، أي حاجة بتحبيها وتفضليها كده تبقى جاهزة معاكِ إن أنتِ تحطي أي حاجة بتحبيها. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو يا ريت تدعميني بالاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد، وعلى الفيسبوك يا ريت شيري الفيديو أو تعلقي حتى لو بحرف عشان توصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. شكرا جدا ليكم ولمتابعتكم ليا، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب اللهم أمين. أتمنى ما تنسونيش بدعوة حلوة منكم، وشكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.